فاكرين انترنت زمان؟ وبعد ما عملنا جولة مفصلة لكل ذكريات التليفون والنوكيا في التسعينات وأوائل الألفينات، هنسيب الموبايل النوكيا بتاعنا على الترابيزة شوية وهنفتح الكمبيوتر ده وبشاشته التقيلة الكبيرة، ومن خلاله نخش جوه عالم الجيل الحالي ما يتخيلش عظمته، والجيل اللي عاشه مش قادر ينساه. رحلتنا النهاردة هتاخدنا لأفضل نوستالجيا انترنت زمان، من أواخر التسعينات لحد حوالي 15 سنة فاتوا. الانترنت كان أبعد ما يكون عن الشكل الحالي، اختلاف شبه كلي واستخدام من نوع تاني على الإطلاق. اولا ما كانش في حاجه اسمها نت في جيبك 24 ساعه، حتى وانت نايم النت ما بينامش. التليفون قعد سنين مش بيدخل على النت اساسا، ولما دخل كان ممكن ياخد 10 دقايق عشان يخش على جوجل بس. فمصدر النت الوحيد كان هو الجهاز ده. دخولنا على الانترنت نفسه كان معقد ومكلف ومحتاج شرح، فنرحب بيك في اسطوره جيل بحاله، الدايل اب. بشكل عام كده عشان تبقى واخد بالك، ما كانش فيه اي حاجه ايامها من غير سلك. وايرلس دي كانت كلمه قبيحه في افلام الخيال العلمي الامريكاني. كل حاجه هتعوزها لازم لها سلك او جهاز بسلك، وده كان حال الانترنت. عشان تخش عليه محتاج سلك التليفون المباشر عندك في البيت من الحيطه للكمبيوتر، وده كان معناه انك هتفصل التليفون الارضي عن البيت كله عشان تشغل النت. لا راوتر ولا سبليتر ولا الكلام ده كله، ولو حد حاول يشغل دماغه ويتكلم في التليفون من اوضه تانية هيسمع الصوت ده، يا تليفون يا نت. زي ما شرحنا في الجزء اللي فات، في الوقت ده التليفون الارضي كان اهم وسيله تواصل، وان البيت يقعد من غيره فتره طويله ده بيبقى فيه صعوبه بالغه والبيت بيتضايق، وده بطبيعته خلى النت بمواعيد. عندك وقت معين البيت يعرف يضحي بالتليفون هتستخدم النت، ما عندكش يبقى هتستنى بقى لحد ما ربنا يفرجها. ولو طبعا عندك اخ كبير تبقى اكبر لعنه، لانك مش هتشم الانترنت ده غير لما بسلامته يزهق منه ويقرر يعطف عليك بساعه ولا حاجه. لقيت وقت مناسب محدش عايز التليفون واخوك الكبير بره البيت، هايل، وصل الخط في الكيسه وخش. بس ازاي؟ السلك دخل، فماذا بعد؟ هيشتغل لوحده؟ احنا مش بتوع سحر وشعوذه، هو مش ده سلك تليفون؟ اطلب الرقم. زي ما بقولك كده هتفتح حاجه اسمها الدايل اب، ومن اسمه هتدايل اب، هتكلم رقم معين فاكره؟ دي كانت ارقام مزود الخدمه اللي هتطلبه من خلال شاشه الدايل اب ويدخلك على النت. الصوت ده كان بيجي معاه كل دوبامين الدنيا، مجرد انك تكتب الرقم وتسمعه للنهايه وتتاكد ان النت جه، تجربه فيها متعه ولذه وتشوق عايزه فيديو لوحده. لما تيجي بعد المذاكره ولا يوم شغل سخيف ولا ويك اند وتفتح شاشه ويندوز 98 وتسمع الصوت ده، وبعدها تبتدي وقت الانترنت بتاعك. مفيش بدايه احلى من الخروشه البدائيه دي. ايام اولا سرعته انت عارفها كويس، عارف السرعه اللي بتاخدها لما الباقه بتاعتك بتخلص كنوع من العقاب عشان تجدد. دي كانت السرعه الطبيعيه العاديه بتاعتنا لسنين في الماضي، كان الامر الواقع. طب ما كانش فيه راوتر ودي اس ال؟ لا، هو الحقيقه كان فيه، ظهر من 2003 وانتشر على 2005 كده، ولكنه كان حاجه تانية غير اللي عندنا دلوقتي تماما. لينك دي اس ال اسرع من الخيال. فهو كان بطيء، واشهر سرعتين فيه كانت 256 و512 كيلو بيت في الثانيه، وكان غالي جدا جدا. تعالوا نشوف قائمه اسعار شركه لينك دي اس ال اللي بقت اورنج لاحقا. كانت كام في 2006؟ ال 256 كيلو اللي يا دوب تاخدك لجوجل وكم موقع خفيف ب 150 جنيه في الشهر. اعلى سرعه انترنت في البلد كلها كانت 2 ميجا، واعلى سرعه ابلود كانت 1 ميجا. وبكام بقى؟ 1000 جنيه في الشهر الواحد، 12000 جنيه في السنه على 2 ميجا. ده كان ثمن عربيه صغيره استعمال طبيب وقتها. وعايز اقول لك ان ما كانتش كل الخطوط بتدعم السرعات الفائقه دي، فكان ممكن تروح بال1000 جنيه ويقول لك اصلا خطك ما يستحملش 2 ميجا. الناس معظمها كانت على 256 و512 حسب اهتمامك يعني. وكانت سرعات الميجا دي بتاعت الناس المرتاحه المرفهه اللي واكلينها ولعه. وطبعا الراوتر الاشهر وقتها كان السبيد تاتش الفار، ذكريات الفار ده. فمن بدايه الانترنت لحد الدي اس ال ما اسعاره تتعدل لاحقا في 2007 وترخص بنسب توصل ل 50% وتبقى في المتناول، الدايل اب كان لسنين الخيار الامثل والاوفر، ولكنه طبعا الابطا. البراوزنج العادي او التصفح كان بياخد وقت محترم، وعشان كده شكل الانترنت نفسه كان حاجه تانية. ملامح كل حاجه على الانترنت كان بيميزها حاجه واحده، البساطه الشديده. كل ما الموقع كان ابسط بمميزات اكتر، كل ما الترافيك بقى في السماء. كل ما حطيت صور وبهرجه هتاخد وقت تحمل، كل ما كرهت الناس في عيشتها وكلفتهم وبعدوا عن موقعك. فكان في ابداع شديد في ازاي تخلي الموقع طلقه في التصفح بكل الخدمات اللي تقدر تديها، وكمان شكله حلو وكله تفاعل. عارف لما
بيقولوا فاليو فور ماني، اهو ده بقى فاليو فور دايل اب. الدايل اب على قد ما كان بطيء ومش ثابت ومكلف وبمواعيد، ولكنه شكل منظر الانترنت ومزاياه والابداع المهول في البساطه والعمليه. مفيش اي حاجه محتاجه سرعه عاليه، بس تصميمها محتاج ابداع وخيال عالي. دخلنا على النت وكتبنا الرقم وصوت الخربشه خلص، جه بقى وقت الاكشن كله. التواصل على الانترنت جه على موجات او مراحل. عندنا الموجة 0 وهي الايميل، دي اساس كل حاجة، ويمكن تكون من اكتر الاختراعات المؤثرة في تاريخ البشرية. You've got mail. ظهور الايميل وهو جواب او برقيه بيوصلوا في ثانيه ارسالهم بدون طابع بوسطه وساعه بريد او خطوط تلغراف مهوله او حتى ورق، دي حاجه عملت تغيير جذري في حياه البشر كلها. فالموجه 0 من التواصل ابتدت فعليا بشكل مبدئي في 1971 في برنامج اربانات الحكومي في امريكا، اللي خلى رمز هو رمز الايميل لحد وقتنا هذا. No one had any idea how pervasive it would be. البرنامج اتعمل عشان اجهزه المعاهد العلميه اللي بتعمل ابحاث لصالح وزاره الدفاع الامريكيه تعرف تتواصل مع بعض من غير ما يكونوا في نفس المكان جغرافيا. النظام اللي هتستخدمه الملكه اليزابيث في 76 عشان تبقى اول شخصيه رسميه في العالم تستخدم او تجرب الايميل، وكان اليوزر بتاعها HME2 Her Majesty Elizabeth II، يوزر نيم في قمه الشبحنه على ملكه في 76. وعلى مدار السنين ولحد منتصف التسعينات فكره الايميل هتفضل تتطور لحد ما توصل للشكل اللي غير التواصل البريدي للابد. الموجة 0 أو الإيميل هي أصل انطلاق كل الموجات الجاية. أول موجة شات نعرفها في البلد تخص بشكل شبه حصري رواد الإنترنت في التسعينات من 96 كده ل 2000 أو 2001. MIRC كان أول مكان للجروب شاتس اللي بيتسمى channels أو قنوات أو غرف، اللي كانت بتضم مجموعة كبيرة من المستخدمين في وقت واحد بيتكلموا أو مهتمين بنفس الحاجة. هو فعليا أقرب للديسكورد أكتر من أي حاجة تانية. أغلبية القنوات دي كانت ناس ما تعرفش بعض بيجمعهم اهتمام بنفس الحاجة اللي القناة اتعملت عشانها. قنوات MIRC دي كانت عالم مختلف. فكرة إنك تكلم ناس ما تعرفهاش من كل أنحاء العالم ويردوا عليك في ثانية دي كانت ولا على البال. في الوقت ده قريبك المغترب كان بيبعت لك لسه جوابات وشرايط فيديو في البريد. الغربة تعمل أكتر من كده. فالنقله من البوسطجي ومكتب البريد لانك تكلم واحده في المانيا وترد عليك في دقيقه دي كانت تخليك تدعك عينك لا تكون بتحلم. الMIRC شاف اول استخدام للثلاث حروف السحريه ASL Age Sex Location او سنك جنسك ومكانك، ودي كانت اول حاجه الناس بتقولها لبعض من غير لا احم ولا دستور. السلام عليكم. انت مزه اجنبيه ولا لا؟ ما تضيعش وقتي. ولو كنت بتدخل على اوميجل الله يرحمه كنت هتشوف الثلاث حروف دول. مصدرهم بقى كان الMIRC. كان حلمك تبقى ادمن قناه هناك وتعمل بان للناس وتتعامل كأنك وزير النت، او تعمل علاقات مع الناس المهمين المشهوره في MIRC لحد ما تخش الغرفه اللي باسورد وتحس انك دخلت نادي الرجال السري. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. الMIRC كان دارج جدا بين شباب الجامعه في الفتره دي، والانترنت عموما كله كان دارج بين شباب الجامعه، ان هم كانوا يعتبر الوحيدين اللي بيستخدموا اختراع الكمبيوتر ده من الاساس في البيوت. كانت ايام مختلفه جدا، ولكن التواصل الكتابي ما بقاش مسيطر فعلا غير لما جه بابا المجال. صوت القطر اللي انت لسه سامعه ده هيصحي ايام وليالي من السنكحه التسعيناتي على النت. الموجه الاولى من التواصل الكتابي ابتدت من الMIRC ده صحيح، ولكن ثوره التواصل الفوري كانت من برنامج جه بعده على طول اسمه ICQ. ICQ كان اول برنامج شات من النوع اللي احنا بنستخدمه حاليا، مش بس قنوات وفوضى وواجهه بسيطه جدا زي الMIRC، بل اولويه اكبر للخصوصيه وتركيز كبير على صنع منصه تواصل فوري بتضم كل الخدمات في مكان واحد، وكمان بواجهه عصريه صديقه للمستخدم واكيد سريعه في الدايل اب. الانستنت مسجنج او المراسله الفوريه بقت من مسلمات الدنيا دلوقتي، بتتعامل بيها الاشخاص العاديه والجهات التجاريه لا وكمان الحكومات. ولكن ده وضع جديد جدا، لا يمكن كان حد يتخيل وقتها ان الكتابه تبقى العادي والمتوقع وتبقى كمان متوفره في جيبك 24 ساعه، بل واسرع واحسن احيانا من مكالمات التليفون والمقابلات الشخصيه. لو قلت كده في 98 مثلا الناس كانت هتضحك عليك وتقول عليك مجنون. انت اطلع بره. كلام صعب تتخيله لو انت من الجيل اللي طلع على ان لو حد اتصل بيك يبقى رخم او قليل الذوق، وكان المفروض يبعت لك مسج او على الاقل فويس نوت قصيره. In what situation would anyone need to call? برغم ان ICQ ما كانش اول برنامج مراسله فوريه وكان فيه كذا خدمه قبله، هيجي ICQ ياخد الكونسبت كله في حته تانية وبشكل مباشر هيغير شكل كلامنا مع بعض للابد، ويبقى اهم لاعب في ثوره المراسله الفوريه حوالين العالم. I can't hear you. I'm not listening. Na 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 na. ما كانش فيه يوزر نيم او اسم عادي زي بقيه خلق الله، كان فيه ICQ ID او ما يسمى بالUIN. ده رقم عشوائي ICQ بيديهولك مخصوص عشانك انت بس، ودي الطريقه اللي بتخش بيها مع
الباسورد. رقم الاي سي كيو بتاعك ده كنت بتكتبه في ورقه عشان ما تنساهوش، ومع الوقت بتحفظه وبتتمنظر انك حافظه مع اصحابك، وبتبقى مستني حد يسالك هو ايه رقم الاي سي كيو بتاعك عشان تقوله بمنتهى الطلاقه وتتمنظر. وده خلى في ناس حافظه رقم الاي سي كيو بتاعها لحد يومنا هذا. لما تدخل بقى هتلاقي مغاره علي بابا لشباب التسعينات، كل الاوبشنز المتقدمه جدا اللي في خيالك بقى. هتلاقي محادثات شخصيه، محادثات جماعيه، تبادل ملفات، تغيير حالات، العاب. قبل ما تبص لي كاني مجنون اني منبهر بالكلام العادي جدا بالنسبه لك دلوقتي ده، احب اقول لك ان كل اوبشن من دول كان طفره ابتدتها الاي سي كيو، وكانت حجر الاساس لكل الخدمات اللي جت بعدها وكل اللي انت بتستخدمه دلوقتي. الصوت ده بيصحي حاجه جوه اي حد استخدم اي سي كيو. كل مره يجي لك وانت بعيد عن الكمبيوتر معناها رساله جديده، وتطلع تجري تشوف مين عبرك اخيرا. البرنامج كان من انجح ما يكون، نجاح ما بينتهيش ولكنه انتهى، ويمكن بنفس سرعه ظهوره كمان. الفكره انه زي ما طلع في الوقت المناسب واستحوذ على سوق المراسله الفوريه في العالم، فنجاحه صنع سوق جديد تماما وخلق منافسه من شراستها هتطيح باللي ابتداها، وهتبدا الموجه الثانيه لتواصل الانترنت. بس قبل ما نروح للموجه الثانيه، فقره اين هم الان؟ احب اقول لك ان اي سي كيو شعبيته اللي احنا نعرفها انتهت، لكن هو نفسه ما انتهاش قبل يونيو 2024، اسابيع قبل تاريخ الفيديو ده. بعد 28 سنه وعشرات المحاولات للعوده، رفع اي سي كيو الرايه البيضاء واعلن توقفه ونهايه الرحله. بالنسبه بقى للام اي ار سي فهو لسه مكمل لحد النهارده، حي يرزق، وتقدر تروح تنزله كمان. المهم، وقت طفره الاي سي كيو كانت الكمبيوترات الشخصيه لسه بتدخل البيوت المصريه بهدوء. الانفجار في استخدام الكمبيوتر في البلد تزامن مع هبوط الاي سي كيو وظهور الموجة التانية من المراسلة الفورية، الموجة اللي انت غالبا مستنيها من اول الفيديو. الموجة الأولى من برامج التواصل استمرت 2-3 وشكلت ثقافة الإنترنت في أوائل مراحل انتشاره، ولكن الموجة دي ما تجيش أي حاجة في الموجة التانية، موجة بدرجة طوفان من الذكريات والمشاعر. ده الMSN ماسنجر أو الماسنجر، أو اللي ناس كتير ومش بهزر كانت فاكرة اسمه مازنجر على اسم الكرتون. ما تخبيش وشك، ولو كنت واحد منهم زمان قول لنا في الكومنتات. اللي انت شايفه ده كان اكبر تجربة شخصية ممكن تجربها على النت. اولا عشان تخش عليه لازم تعمل هوت ميل. اسم الايميلات اللي كنا بنختارها بقت لاحقا المرحلة الاكثر احراج لملايين البشر بعد لما انتهت. دلوقتي المتعارف عليه هو انك تعمل ايميل جيميل عليه اسمك الثنائي برقم جنبه بكل احترام، وبتستخدمه عشان تقدم بيه في شغل وتكتبه في معلوماتك الشخصية بكل ثقة. ايميلات الهوت ميل زمان ما كانتش لاي اغراض احترافية، هي كانت صراع وتحدي روشنة. ما ينفعش يبقى اسمك محمد احمد عادي كده، لازم يبقى هيرو حمادة 90091@hotmail.com او سويتي سارة 00_00@hotmail.com. happyrani@yahoo.com اللي هو سكسي سوسو @hotmail. بعد لما بتعمل ايميلك الروش طحن بتكتبه في الماسنجر عشان تشوف واحدة من اسعد واكثر لحظاتك ترقب، والاتنين دول عمالين يلفوا حوالين بعض. وبما ان النت لسه دايلاب ده ممكن يقعد كتير لحد ما اخيرا الباب يفتح. دي تجربة تختلف كليا عن لما تدخل على اي موقع تواصل، فيسبوك او تويتر او غيره. غير حالة الترقب والانتظار، التجربة نفسها كانت شخصية جدا. المكان ده كنت تحسه بيتك الافتراضي، وكل اللي فيه صحاب مكان. كل حاجة كانت كاستمايزبل جدا، الوان كتير، خواص كتير، وكله في مساحتك الشخصية فقط. محدش ينفع يخش عليها او حتى يعرف شكلها عامل ازاي من غير اذنك. مفيش 150 ترند لحد ما دماغك تتلحس. كل اللي في الليسته حبايبك واصحابك المقربين. حرفيا الMSN زمان كانت القعده الحلوه بتاعت الانترنت، واللي دخل الايميل بتاعك عمل خطوات طويله عشان يبقى عليه، لانك مش زي بقيه المواقع بتدور على اسم واحد او بتلاقيه بالصدفه او بتلاقيه فريند عند حد تاني فتضيفه. اللي عندك على الMSN خد ايميلك بشكل شخصي على ورقه او جاله في رساله SMS غاليه. بعد كده اهتم كفايه انه يستخدم وقت الانترنت بتاعه انه يعمل لك اد. بعد كده قعد يستنى الفرج لحد ما انت تيجي وتقبل الاد. مفيش قرايب، مفيش عمه، مفيش طنط، ومفيش زمايلك في الشغل. انت اللي بتنقي معارفك، وانت اللي بتنقي مين يخش بيتك الافتراضي ده. وممكن حد يعمل لك اد بالشهور وما تردش عليه ولا تعمل له اكسبت وتقول له انت متاكد انك كتبته صح، او تعمل ايميل اضافي بتدخل فيه الناس اللي انت مش عايزها وما تفتحوش ابدا زي البيت المهجور كده غير مره في الشهر عشان ما حدش يقفش ان انت ما بتستخدمش الايميل ده. زي ما قلت لك الموضوع كان كاستمايزبل جدا او قابل للتخصيص بشكل كبير. فانا فاكر احساس انك تخش ايميل جديد ده وتحس انك بتفرش شقه.
بتروشن ايميلك اول حاجه باسم كله رموز وما ينفعش من غير الكابس لوك، ودي الفتره الذهبيه للكتابه الفرانكو او العربي بحروف اجنبي اللي دلوقتي بقت منبوذه على النت. الوضع كان معكوس، اللي بيكتب عربي ده كان واد بيئه محتاج يكتب فرانكو يبقى زينا احنا الروشين. كويس ان الموضوع ده اتغير، كان في بيرسونال مسج او رساله شخصيه تحت الاسم، دي بنسبه 90% كانت بتبقى اغنيه لعمرو دياب مع كام ايموجي. وصحيح الموجه الثانيه من الشات شهدت اول استخدام موسع للايموجيز، وكان اسمهم ايموتيكونز وبنقول عليهم ايموشنز. كانوا معبرين جدا وبيتحركوا وليهم احساس كده يخليك قاعد تبص عليهم بابتسامه بلهاء على وشك، وبتستخدمهم بس عشان شكلهم حلو. كان عندك اختيارات صور بتنزل مع البرنامج. الاختيارات الافتراضيه دي كانت بتاعت الناس اللي مش روشه، لو لقيت حد حاطط صوره الشمسيه ولا الشطرنج تعرف انه محتاج يفكها شويه ويحط صوره رونالدينيو ولا ديفيد بيكهام. ولو بنت كانت تحط صوره افريل لافين، دي حاجه اساسيه، بلد ال50 مليون افريل لافين. الMSN كان من احلى الاماكن اللي ممكن تبقى عليها، السهرات الحلوه والرغي والضحك كله كانك قاعد على قهوه. اول حاجه الدخول كان بالاتفاق ومواعيد مسبقه، يا اما ثابته يا اما متغيره. ما تنساش للدايل اب احكام. انا واصحابي شخصيا كنا بندخل كل خميس وجمعه الساعه 8 ونقعد لبالليل، عشان ده الوقت اللي محدش في البيت هيقومك عشان عايز التليفون، وكمان ويك اند. منفذ الشات نفسه بقى ده كان تقدر تعمل فيه كل حاجه ممكن تتخيلها، من اول الباك جراوند او الخلفيه ولون الشات نفسه لحد الخط اللي كنت تقدر تكبره تصغره تغيره تغير لونه وتحط اندرلاين وتغير الستايل بتاعه. فالناس كانت بتعمل لنفسها ستايل كتابه يخليهم مميزين اخر حاجه، وكان اسمه الخط بتاعي. تغيير الخطوط كان بينفع جدا لما تعملوا جروب شات او تتكلموا في مجموعه، يعني كل واحد بيتكلم في نفس الوقت، فالخط بيبقى مفيد ان انت تعرف مين عمل ايه من غير ما تبص على الاسم. انت ما كانش بس ينفع تكتب، بل ممكن كمان ترسم وتغير الجريد لمربعات صغيره او كبيره او تغير لون القلم. ضيف على ده انك تقدر تبعت صور، ولو قلبك جامد قوي تقدر تبعت ملف وورد. الحاجات دي هتتبعت في 10 دقايق، بس انه اوبشن اصلا ده كان موضوع كبير. كان في اوبشن المكالمه، لو عندك مايك يعني ممكن تتكلمه، والكاميرا، بس ده كان جحيم وبطيء جدا. وطبعا ظهور الفويس نوت في النسخ اللاحقه من الMSN. ان يبقى عندك كل الاختيارات دي في نفس المكان بيخلي الماسنجر مكان لكل حاجه تخص تواصلك مع اقرب الناس ليك. ومش بس الاساسيات، ده انت كمان ممكن تلعب جيمز زي اشهر لعبه على الMSN XO او تيك تاك تو. فاكرين الحوار ده؟ دي كنت تبعتها وتطلع على شاشه اللي قدامك كده مجسمه وتاخد الشاشه كلها. وزي ما قلت لك، بما ان الموضوع اشبه بالبيت والشات زياره منزليه، ممكن حد يرن الجرس. في الأول ما كانش ينفع تبعت أكتر من نادج أو جرس ورا بعض، لغاية ما حد مؤذي ربنا يسامحه قرر يعمل إضافة عشان يشيل الليمت ده ويقرف أبو اللي جابونا. الجرس ده كان مفيد جدا لو حد قام يجيب حاجة أو فتح ويندو تاني وانت محتاجه ضروري، فبترن الجرس يجيلك على طول. اختراع عظيم ووحشني. دلوقتي كل الناس اونلاين حتى وهم نايمين، فما بتعرفش مين دخل ومين خرج. انما ايام الMSN ده كان فرح العمدة، لما حد يخش كل الناس كانت بتعرف، وكنت تسمع احلى صوت اول لما حد يجي اونلاين. طب والله حسيت بقلبي ينبض من السعادة. بس أحيانا الموضوع ده كان بيقلب بنقمة لو أنت في حياتك شخص أنا كنت أحب أسميه عرباجي الMSN. ويا سلام لو كنت بتحب او الكراش بتاعتك عندك على الايميل. الMSN كان احيانا بيبقى الوسيله الوحيده للتواصل في الحالات دي، لان ما كانش الموبايل مع كل الناس، وتليفون البيت كان مخاطره كبيره. فكنت تفتح الMSN كل يوم، تقعد على طرف الكرسي وتتمنى تشوف احلى حاجه في يومك. وطبعا تبتدوا تتكلموا ومفيش 10 دقايق تقول لك لازم امشي عشان امي عايزه التليفون، والابتسامه تختفي بسرعه ما جت. كان ممكن الناس تغير حالاتهم لمشغول او هرجع بعد شويه او باكل او بتكلم في التليفون، وكانت الحالات دي بتحترم على فكره، مش زي دلوقتي لما حد يكتب لك في حالته على الواتساب مشغول وهو مستني اي حد يقول له ازيك. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. فكان تغيير الحالات ليه لازمه، زي مثلا قبل ما بتقوم تعمل اي حاجه بتغير حالتك عشان محدش يزعل منك او يسيبك ويقفل او يفتكرك بتتجاهله ويبقى حوار بعدين.
كان في اوبشن انك تربط الام اس ان بتاعك بالوينامب والويندوز ميديا بلاير، والناس تعرف انت بتسمع ايه مكان البيرسونال مسج او الرساله الشخصيه. دي كانت اول مره نشوف حاجه زي كده، وما تتخيلش ده كان موضوع مهم ازاي، لان ما كانش فيه سبوتيفاي ولا يوتيوب ولا اي حاجه. اللي كان عنده اغنيه جديده او مميزه كان يحب يظهرها ويوري للناس ذوقه، وحتى كمان يشاركها ويبعتها لكل اللي حواليه. ودي على فكره كانت من احدى الطرق الاساسيه اللي بتعرفنا على اغاني جديده وبنجيب منها اغاني، بس ده حوار هحكيه لك بعدين. الام اس ان اشكاله اتغيرت لحد ما اتغير اسمه لويندوز لايف ماسنجر، واللي كان اخر نسخه ليه قبل ما ينتهي رسميا في يوم حزين في 2014. ولكن برغم انه بالنسبه لي كان افضل وسيله تواصل وقتها، ما كانش اللاعب الوحيد، كان في اخوه الياهو. الياهو كان فيه تقريبا نفس المزايا والخصائص بتاعت الام اس ان، ولكن بواجهه وهويه مختلفه. فكان الانترفيس نفسه او الواجهه تفاعليه اكتر ودمها اخف. الايموشنز هناك كانت مختلفه، وناس كتير كانت بتفضلها عن الام اس ان، والوينكات برضو كانت مختلفه. فكان الموضوع يعتمد عن انت بترتاح لانهي برنامج اكتر، والاغلب كان عنده الاتنين عشان ما يزهقش. ولكن اكبر مزايا الياهو كانت العابه. الالعاب كانت متطوره جدا على وقتها، وفيها كل الالعاب اللي ممكن تلعبها على قهوه، دومنا، شطرنج، طاوله وغيرهم. اهم بقى واحلى لعبه كانت البلياردو. كل ده نفس المكان اللي انتوا بتتكلموا فيه وبتسهروا، تقدروا تدوسوا على زرار وتلعبوا كل الالعاب دي، يعني حرفيا كانك قاعد على القهوه مش على النت. وده خلى الياهو ليه افضليه كبيره عن الالعاب الفقيره بتاعت الام اس ان، بخلاف الاكس. ومش بس الالعاب اللي ميزته، فياهو كان فيه اوبشن الشات رومز، حاجه كده من ريحه الام اي ار سي بس على جديد. وده انك تخش شات روم في مجموعه ناس ما تعرفهاش بتتكلم عن حاجات معينه، في افلام، في ثقافه، في سياسه، في اغاني. هتلاقي لكل حاجه انت عايز ترغي فيها ناس عاملين شات روم ليها، تقدر تكلم وتتعرف من عليه على اشخاص من كل نواحي الحياه. وبرضه هنشوف حالات كتير من الاي اس ال بليز. النت متغرق عن ازاي الناس كونت صداقات دايما لحد دلوقتي برغم مرور كل السنين دي. الموجة التانية خلصت، ولكن رحلتنا في بحر الانترنت زمان لسه بتبتدي. استنونا في الأجزاء الجاية، عندنا كتير نحكيهولك ونفكرك بيه. اوعى تنسى الاشتراك عشان الذكريات ما بتخلصش، واللي جاي أحلى. أراكم على خير.